لكن جشعي لكن جشعي كان أكبر من الحقيقة المرة، وتمسكي بماما كان أكثر، والغشاوة كانت تغطي حقيقة الموت المؤلمة. صحيح موت أبي رحمه الله وجعل مثواه الجنة صعب، ورحيله أثر في نفسيتي كثيرا، لا سيما وأنه يعتبر مثلي الأعلى، ويصدق علي القول ويصدق القول علي المثل الذي يقول كل فتاة بأبيها معجبة. فأنا فعلا معجبة بأبي، وترك فراغا كبيرا فقدت معها الظهر والسند. لكن بموت ماما مثل ما قلت عكازي وانكسر، أحسست بالإعاقة بشدة. مهما قلت في حقها لن أوفيها حقها، وشهادتي فيها مجروحة. أمي من اغتربت وتركت أهلها ورحلت بعيدا عنه لتربينا وتسهر على راحتنا. أمي من استحملت مضايقة أهل الزوج ومشادات كانت هي في غنى عنها، تعاملت بحنكة وسلاسة حتى أصبحت حديث الكبير والصغير وسط عائلة أبي رحمه الله. أمي من استحملت الظلم والعنف بكل أشكاله، من استحملت الصعاب والمشاكل بكل المقاييس. أمي من استحملت شريكة ثانية في حياتها وأبت أن لا تتركنا، وأن تكتفي بحبنا والسهر على راحتنا. أمي، أو أقولها أمي وأمي وأمي للمرة البليون أقول يوم ماتت أمي انكسر عكازي وتحطمت داخليا، بالرغم من مقاومتي ومحاولة التصدي لهذه المحنة الكبرى. أصبحت أحس بأن داخلي أجوف من الحسرة والأسى، وأقاوم وأتناسى لأن النسيان صعب. ما أصعب أن تتحسر القلوب على أناس نحبهم، وتبقى الموت هي الحقيقة المرة التي لم يعرف لها سبب إلا الله سبحانه وتعالى. لا يسعني إلا أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لله ما أعطى ولله ما أخذ. اللهم اغفر لكل موتانا وارحم كل موتانا. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بماء وثلج وبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم قهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أنت ربهم، وأنت خلقتهم، وأنت هديتهم للإسلام، وأنت قبضت روحهم، وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم. جئنا شفعاء فاغفر لهم
جئناك يا الله شفعاء فاغفر لهم. جئناك شفعاء فاغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم ارحمنا بحق هذا المطر الذي ينزل الآن، بحق هذا المطر، بحق هذا الغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وآخر دعوانا هي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.